سامع في البزنس مبدأ العصا والجزرة؟ تعال أحكي لك عنه. باختصار مبدأ العصا والجزرة هو عبارة عن مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة للموظفين وبالنسبة للريادة الأعمالي. كيف هو بحب يمشي البزنس تبعه. للأمانة أنا جربت طرق كتير، جربت مبدأ الجزرة وجربت مبدأ العصا. للأمانة مبدأ الجزرة هو اللي نجح معي، يعني مبدأ المكافأة هو اللي دائما كان يعطيني النتائج الممتازة. قد ما حاولت أضغط على الموظفين وقد ما حاولت أكون وأعمل ستريس على الموظفين، بالنتيجة كانت كل النتائج اللي تكون سلبية. وللأمانة دائما لما كنت أعمل حوافز كنت أحصد أحسن النتائج، وبنفس الوقت ألاقي رضا الموظفين فوق العادة. نصيحتي لك دائما استخدم في البزنس تبعك مبدأ الثواب على مبدأ العقاب، لأنه هو اللي راح يحقق لك النتائج المرضية اللي أنت محتاجها وفريقك يكون راضي فيها، والتجربة خير برهان. أنا أمجد أبو غربية، وكانت هي معلومة سريعة من لفة بزنس.